تخيل شركة بحجم أبل كانت على وشك الإفلاس؟ ها؟ منتجات كتير مفيش تركيز والناس بطلت تهتم بيها، والمنافسين زي مايكروسوفت سبقوها بمراحل. في 1997 رجع ستيف جوبز، واللي حصل بعد كده قلب المعادلة. أول حاجة قالها لازم نعرف إحنا مين ونقلل اللي بنعمله. قللوا المنتجات من عشرات لحاجة بسيطة جدا، لكن كل منتج كان تحفة. وبدأت حملة Think Different، مش حملة بتبيع لابتوب أو موبايل، لكن فكرة. صور لأينشتاين، غاندي، بوب ديلان، والرسالة: الناس المجانين كفاية علشان يغيروا العالم، هم اللي بيغيروه فعلا. أبل اتحولت من مجرد شركة تكنولوجيا لرمز للإبداع والابتكار. الدرس: مش كل مرة محتاج تبيع، أحيانا لازم تقول لأ. البراند القوي بيختار جمهوره ومش بيحاول يرضي الكل. لو القصة عجبتك شوف الحلقات اللي فاتت من سلسلة المشكلة والحل في البراند، واشترك في القناة علشان توصلك الحلقات الجديدة أول ما تنزل، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا قصص البراندز.